اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. ازيكم يا حبايبي؟ وحشتوني جدا والله العظيم. ليا غيبة كده ان انا ليا اسبوعين ما عملتش فيديوهات، والله غصبا عني. كان التليفون عندي لعبت في القناة اليوتيوب شوية مش عارفة ايه، وبوظت القناة ونسيت الباسورد، ورجع الحمد لله دلوقتي. واول ما رجعت بقى والله كنت مسجلة لكم من بدري كده ده الحاجات دي، فحبيت ان انا مش افوتها لكم، يعني اللي انا صورتها، فحبيت ان انا انزلها لكم. وحشتوني 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 جدا والله العظيم. النهارده بقى هنعمل كده فراولة. معنا الفراولة والحاجات دي وجففتها كده، وابتديت ان انا برضو وريتكم الحاجات، الفراولة والبرتقال والجوافة. كان هنا بسلة، وفي برتقال هنا بالجزر، وفي برتقال على كده. في ناس بتحب بالجزر عندنا وفي ناس لا. والبسلة ده وشوية كده على قدنا في الدنيا الغلا دي. تمام. خلاص كده كنا النهاردة بقى بنعمل الغدا. النهارده هنعمل بقى قرنبيط بما ان خلاص رمضان قرب يعني والدنيا دي، فقلنا اي حاجة كده ناكلها خلاص. ابتدينا اعمل القرنبيط. هنا في كوبايه ونص من الدقيق، نص نشا. هنا البهارات شويه كده حطيتها من الملح والبابريكا والفلفل والشطه. هنا البيض، وحطيت شويه توم، وهنا باقي البهارات. ابتديت ان انا بص اقلبها كده. كانت هنا الكزبره كانت مدقوقه شويه مش كتير يعني، كانت مدقوقه بسيط، فحطيتها وخلاص. تمام. فابتديت ان انا احط بقى القرنبيط في تتبيله البيض والحاجات دي، وبعد كده في النشا والدقيق. وبعد كده بقيت حطيتها في الطبق. قلت هخلص الكميه وارجع لكم تاني. هنا حطيتها على الطاسه على النار وفيها زيت، وحطيت بقى ايه القرنبيط. هنا كانت جبنه، وكانت فول، وكانت المخلل، وكانت الحاجات دي الحمد لله. وشربنا كوبايه الشاي ورجعنا بقى شفنا ايه هنعمل. هنا عندنا اوضه بقى بره بناخد بقى بنقضي فيها رمضان كده، بننضفها كويس ونمسحها ونفرشها. حطيت التلفزيون، وحطيت بعد كده حطيت بقى اوضه بحمامها وكل حاجه بدل من الشقه وكده. بنعمل الفطار ونيجي نفرش هنا الاكل وناكل قصاد التلفزيون. تمام. هنا زي ما انتم شايفين بسم الله ما شاء الله. بنات هنا بقى كنا نضفنا فروج وكده فراخ واربع فروجات، وحطيناها بقى في التلاجة، نضفناها كويس وكل حاجة، وابتدينا ان انا احطها كده في الكيس. كنت هنا بقى جبت دقيق سكاير دقيق وكده. دقيق طبعا على التومين والحاجات دي ان هي بتبقى ببلاش وكده، فرحت جبتها من الراجل وحطيت هنا بقى الديفريزر، وحطيت الحاجات. هنا عندي ممبار، ابتديت ان احنا بقى نعملها عشان نتعشى بيها بالليل. ابتديت احطها ونضفتها وقلبتها، بعد كده حطيتها في الرده فكره ممتازه جدا ممتازه جدا، وما بتبقاش ولا حته رده. تمام. بتبقى تغسليها وبعد كده تاخديها بالخل والليمون والحاجات دي، بعد كده تقلبيها. هنا عندي بصل كتير، 4 بصلات مع طماطم مع خضرة بقى كتير، لان الحاجات دي بتحب الخضرة. حطيت فلفل وشطة، حطيت الملح والبابريكا والشطة تاني ناشفة، وشوية زيت، وحطيت الرز وقلبته. هنا بقى كنت هنا بعمل بقى بحشي بنت اختي جنبي، وكانت هنا بصي ابتديت ان انا احشي بقى الممبار. هنا خلصت بسم الله ما شاء الله، يعني كان كمية حلوة. هنا عندي المية ورا لورا وحبهان وبصلاية كده، كانت المية غليت، فنزلت بقى بالحاجات كلها بسم الله ما شاء الله. يعني خلصت وادي الكمية بقى وفي طبق تاني، وابتديت ان انا احمر وابتديت ان انا حمرت بقى شوية دول عشان كان لغاية بقى احنا حطيناها بقى في الفريزر. الطبق التاني ابتدينا حطيناها في كيس وحطيناها في الفريزر عشان مش هناكله طبعا كله الكيلو كله، فحطينا على قد ما احنا هناكل بس. ادي الكمية دي حلوة خالص بسم الله ما شاء الله، جميلة قصاد مخلل كده اللي احنا عاملينه بسم الله ما شاء الله، تحفة 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 بجد. وخلاص كده، كل سنة وانتم طيبين، ومتنسوش لايك وسبسكرايب وتفعلوا الجرس عشان نوصل لكم كل جديد.
السلام عليكم.